السلام عليكم. خلاص بدأنا في أول التجديدات زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات، ودي كانت بشاير السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة خير علينا يا رب جميعًا. دي كانت بصراحة مفاجأة من جوزي ليّا، أنا كنت محتاجة التلاجة جدًا، لإن تلاجتي خلاص اشتكت. دي تلاجة توشيبا 14 قدم، هنعرف سعرها مع غلاء الأسعار طبعًا ومميزاتها وعيوبها. أنا إيمان ودي قناتي جربي مع إيمي، بنعمل روتينات وتجديدات وكل ما يخص البيت، ومش هننسى نفسنا من اهتمام بالبشرة والشعر. يشرفني اشتراكك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو زيك وكومنت اعرف بيه رأيك في فيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة، يلا بينا ندخل بقى على التلاجة ومميزاتها وعيوبها زي ما اتفقنا. عايزة اقول لكم ان انا فعلا هي كانت مفاجأة، انا ما كنتش متوقعة ان هو هيجيبها، فما كنتش موجودة في البيت، ولما جيت لقيتها بالوضع دوت، هي لابسة الكيس وقاعدة مستنياني يعني. تمام. الايد بتاعتها اللي هي الدائرية دي، في 3 انواع منها، اللي ايد دائرية والدراع اللي هو المستطيل بتاع اي تلاجة بيبقى. النوع التالت اللي هو الايد بتبقى ساقطة. مش عارفة تفهميني ولا لأ، بس بتبقى الايد ساقطة كده، كانت موجودة في موديلات تانية. المهم، هي 3 اشكال للايد بتاعتها. تمام تمام. ده بيفرق في السعر وفي الشكل، في الاسم بتاع التلاجة بيبقى مكتوب عليها على حسب اليد بتاعتها ايه. كمان الضمان بتاعها 10 سنين، طبعا من شركة العربي توشيبا العربي، والضمان بتاعها 10 سنين. يعتبر التلاجات كلها بقت 10 سنين، بس فوقيها بقى زيادة سنتين للعمر الافتراضي بتاع قطع الغيار. يبقى كده مجمل بقى 12 سنة الضمان بتاع التلاجة. تمام تمام. خش بقى على الاستهلاك واللتر بتاعها. الاستهلاك جاي على حرف الايه الاخضر. انا كده ده بوريكم الموديل اللي هو بيبقى مكتوب عليه. لو كتبتي الموديل دوت على جوجل هتلاقي طالعلك بنفس الشكل الدائري. بتفرق الاسم عشان زي ما قلت لكم اليد. تمام، بتفرق في اليد، هي ليها 3 اشكال لليد. تمام تمام. حرف الايه ان هي على الاستهلاك ايه، ده استهلاك قليل، هي بتستهلك 52 كيلو وات. تمام. كمان ده بقى طبعا السيرتيفيكاتات دي اللي هي بتاعتها بتبقى مكتوب عليها. اهم حاجة عندنا هي ايه؟ هي الاستهلاك بتاعها على حرف الايه اللي هو اقل استهلاك ليها، والموديل بتاعها، واللتر. اللتر خلي بالك ان هو بيبقى 355 لتر. عايزة تعرفي اللتر بتاع التلاجة الحجم بتاعه قد ايه، ما تتخدعيش بالشكل الخارجي خالص. دي معلومة انا واخداها من واحد بتاع صيانة اجهزة كهربائية وبالذات تلاجة. هو قايل المعلومة دي، ان الشكل الخارجي ما يفرقش خالص معانا، المهم اللتر بتاعها بيبقى فيه 350 335 او 55. يعني ممكن تشوفي تلاجة فرق ما بينها وما بين واحدة تانية جنبها، لأ التانية دي أحسن وأكبر معرفش إيه، بس لو بصيتي في اللتر أهم حاجة بصي في ال في الورقة الصفرا دي هي كام لتر، هتعرفي الفرق ما بينها وما بين التلاجة اللي جنبها. ده لما تروحي تسألي لازم تبصي على دي، مهمة جدا. تمام تمام. التلاجة بقى من جوه زي ما قلت لكم، بصوا شكلها ما شاء الله، الله أكبر، جميلة. الخامات بتاعتها أكليريك، اسمها ايه دي، الرفوف بتاعتها. الرف ده طبعا بيطلع كده. تمام. وليه الباب، مفروض ان هو بقى انت عايزه تنزلي حاجه من الفريزر، يعني تفك شويه، او مثلا حاجات فطار جبن معرفش ايه انت عايزه تشيليها لوحدها، هي حلوه. ده كمان التايمر، التايم بتاعها اللي هو الواحد واتنين وتلاتة، الدرجات بتاعتها. ده بقى اللزق بتاعها اللي هو بتاع الرفوف، انا ما شلتوش بصراحه، يعني حسيت ان هو يخليها ماسكه شويه. كمان هي مفروض فيها 3 رفوف غير رف التفريز ده. تمام، هو مش تفريز، هو بتحطي فيه اي حاجه مفرزاه، هنقول رف بالباب. تمام تمام. ال3 رفوف ورف الباب. عايزه اقول لكم هي فعلا الحجم الى حد ما صغير، بس انا لما قارنتها بالتلاجة القديمه اللي عندي، هي مش تلاجة قديمه، هي اديال برضو، يعني ليها 10 سنين معايا يعتبر، بس خلاص اشتكت بقى وقالت يعني ارحموني، فرحمناها وجبنا واحدة غيرها. تمام. ده الدرج بتاعها، هي ما شاء الله برضو الدرج حلو. المساحة بتاعتها على فكرة كويسة، بالنسبة ان انتي عايزة مساحة اكبر شوية
ممكن تشيلي رف. مش عايزة المساحة دي كويسة. أنا بالنسبة لي من مميزاتها إن هي إيه، الاستهلاك بتاعها كويس. طبعًا على حرف على الA فهي أفضل حاجة. المساحة بتاعتها ما عجبتنيش أوي، يعني من ضمن عيوبها إن المساحة لأ صغيرة، بس حسيتها إن ممكن آخُدها بإيجابية أكتر، إن هي هتنظّم لي التلاجة، بحيث إن أنا مش هاضطر إن أنا أرمي أي حاجة، أحُط حلة، أحُط حاجة كبيرة، لأ أنا لازم هانظّمها إن أنا هاحُط في حاجات أصغر. يعني ما حبيتش ممكن أشيل رف، سهلة جدًا وعادي جدًا. ده رفوف الباب، طبعًا بييجي معاها اللي هو الدواير بتاعة البيض دي، ورفّين أزايز المَيّة والرف صغير تحت الرف بتاع البيض. تمام، تمام. ده كده شكل الباب بتاعها. باقول له هي ما شاء الله الله أكبر، كويسة ومليانة تنظيم، بس هي عايزة شوية تنظيم. يعني عيبها طبعًا قُلنا المساحة، بس المساحة في الأدراج أنتِ ممكن تشيلي رف. لو ما شِلتيش رف، أنا عن نفسي حطيت فيها حلة الارتفاع بتاعها أصغر، فدخلت عادي. طبق كبير كان، ما شاء الله دخلت عادي. بس هي طبعًا مش عايزة حاجات مرتفعة، إزازة مَيّة مثلًا تحطيها، شفشق العصير لو أنتِ عاملة عصير أو حاجة كنا بنحطه في الرف عادي، لأ أنتِ ممكن تحطيه في إزازة مَيّة، إزازة من الأزايز اللي هي المَيّة الإزاز دي، وتحطيها في الباب. أنا حسيتها بصراحة العيب دوّة إن أنا هو ميزة إن أنا هانظّم أكتر. تمام، تمام. يبقى العيب قلبناه لميزة. تمام، تمام. نخش بقى على الفريزر. الفريزر الله أكبر، كبير وواسع ومرتاح. برضه فيه درجات منفصلة تمامًا عن التلاجة الجزء اللي من تحت. الفريزر ليه درجات لوحده. الفتحات اللي فيه دي هي فتحات التهوية. طبعًا أنتِ بتعملي الدرجات على حسب درجة التبريد اللي أنتِ عايزاها. تمام، دي فتحات التهوية زي ما قُلت لكم. ده رف صغير كده، أنا مش عارفة يعني، بُصّوا هي طالعة لبرّه شوية بالضبط كده. أنا مش عارفة دي لازمتها إيه، بس يعني تمام، أوكي. هي بييجي معاها اللي هي الice، مكعبات التلج دي. دي برضه فتحات من فوق، هي يعتبر كلّها فتحات. وما شاء الله التهوية بتاعتها جميلة، بس المساحة هنا حسيتها أصغر شوية، بس ما علينا برضه كويسة، والمساحة ما شاء الله كبيرة. يعني أنا حاولت إن أنا أقيسها لكم بإيدي كده لحد قبل الفتحات دي، هي كويسة. هي واخدة في الارتفاع مش في العرض. تمام، خلينا متفقين. لو انت عندك تلاجة قبليها هتعرفي الفرق، لان هي واخدة في الارتفاع مش في العرض. امين. المساحة بقى بتاعة الباب صغيرة قوي، يعني حاجات بسيطة اللي ممكن تحطيها زي ما انتوا شايفين. الرف علبة المكعبات محطوطة فيها بالطول كده. تمام، بس فعلا الرف صغير. الرف التلاجة التانية معايا لا أعرض، إيديال كانت أعرض، وفي نفس الوقت العمق بتاع الفريزر عميقة جدا. بس هي كانت مشكلتها معايا ان هي بتعمل تلج مش نفروست. اهم ميزة في التلاجة طبعا ان هي تبقى نفروست، ما تعملش تلج، لان انتي بتبقي مضطرة كل فترة تفصليه عشان تنزلي التلج من عليها. ده كمان رقم تقريبا للتواصل، الباركود ده. هي معاها علبتين بتاعة التلج وعلبة كبيرة كده ومكعبات التلج. تمام. طبعا انا شلتهم لان مش هحتاجهم في الشتا دلوقتي، فشلتهم خالص. آم، اظن في الشتا مش هنحتاجهم فشلتهم. تمام. دي كده فتحات التهوية بتاعتها. زي ما قلت لكم هي كويسة في الارتفاع جدا، لان ما شاء الله في الارتفاع حلوة. انما في العمق بتاعها يعني مش هنقول صغيرة، لا هي حلوة كويسة، بس في اعمق بقى. يعني عشان انا عندي شفت الفرق ما بينها وما بين التلاجة التانية، لا في اعمق. التلاجة التانية عميقة جدا. كل حاجة وليها مميزاتها وليها عيوبها، بس المجمل بتاعها لا ما شاء الله الله اكبر. لو انتي بتفكري هاتيها حلوة وهتنفعك جدا.
وبصراحة كمان الأسعار دلوقتي ما بقتش مضمونة، فأنتِ لو معاكِ ومحتاجة الحاجة دلوقتي هاتيها في وقتها، ما تستنيش على أي حاجة إنها ترخص أو إنها مثلًا لأ الأسعار أكيد هتهدى شوية، الأسعار ما بتهداش بالعكس الأسعار كل مدى في غلا، فأنتِ لو محتاجة حاجة أو بتجهّزي هاتيها دلوقتي حالًا، ما نضمنش بكرة في إيه. ده كده الشكل التلاجة من تحت والفريزر مع بعض. حبيت اقول لكم ان هي المساحة بتاعتها كويسة بالنسبة ان انتي هتنظميها، بالنسبة ان انتي بقى بتحبي مساحة تحطي اي حلة بقى اكل ولا حاجة تروحي حاطة في التلاجة، ممكن تشيلي رف. احيانا كتير بنحط مثلا في حلة صغيرة او حلة عملة الاكل وفيها مليانة، فبتحطيها في التلاجة، لو على حسب المساحة بتاعت الحلة ممكن تدخل. انما لو انتي عايزة اكتر من كده لأ، ممكن تشيلي رف. فهي بالنسبة لمميزاتها الله أكبر، رف الباب و3 رفوف ورف الدرج، يعني ما شاء الله المساحة بتاعتها حلوة جدًا وتشيل وما تقلقيش هتشيل لِك كتير بس نظّميها، أي حاجة عايزة تنظيم هتدّيكِ أكتر من مساحتها. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه أي حاجة. كمان كنت هانسى أقول لكم على سعرها، هي كانت عاملة أول ما سألنا عليها عايزة أقول لكم إن هي إحنا كنا بنفكر فيها بس ما كناش جادين إن إحنا هنجيبها، زي ما قُلت لكم هي جات فجأة. تمام، تمام. هي كانت عاملة 10، يعني لمّا كنت باسأل وباشوف على جوجل، وأهم حاجة شوفي على جوجل الأسعار إيه، وانزلي اسألي في المعارض حواليكِ، كانت عاملة 10 بعد كده بقت 11 بعد كده اشتريناها ب12.000 جنيه. تمام، تمام. يا رب يكونوا استفدتم. باي باي.